في نقاش كتير كبير حول قرار وزارة الإعلام بإغلاق بعض المؤسسات الإعلامية بسوريا، ومن بينها منصة هاشتاج. هلأ في ناس شايفته أنه تقييد للحريات، وفي ناس شايفته أنه خطوة تنظيمية طبيعية ولازم تصير. خلونا نحكي بصراحة، أي دولة بالعالم عندها قوانين بتنظم العمل الإعلامي، يعني تراخيص، ضوابط ومسؤوليات، وهذا الشيء الطبيعي والضروري. يعني ما في إعلام حر بدون إطار قانوني واضح، وإذا هاشتاج ما سوت وضع القانوني فمن الطبيعي أنه يكون في إجراء، وبنفس الوقت لازم ترجع وتشتغل إذا التزمت بالقانون. بس هذا ما بيعنى أنه ننسى بعام 2017 هاشتاج نشرت خبر عن انتشار الإيدز بمناطق سيطرة المسلحين، يعني خبر بلا تحقيق، بلا مصادر، وبلا أي حد أدنى من المهني. هالشي ما كان مجرد خطأ، كان تشويه مباشر لمجتمع كامل، لناس كانوا تحت القصف والحصار. وقتها ما شفنا منكم أي ضجة ولا تضامن ولا حتى حكي عن المهنية، لأنه الإعلام مو بس حرية، الإعلام مسؤولية وذاكرة، وإذا ما في محاسبة الأخطاء رح تتكرر. وأنتو شو رأيكم بالموضوع؟